بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم بالعربي تمرين 2 برنامجكم الكود الازرق. معكم هشام بلاسي. اكيد سمعت عن الكورتيزون او اديته في المستشفى او اهلك قال لك ده انا باخد كورتيزون، او سمعت حد من عامه الناس بيقول لك انا باخد كورتيزون، وتلاقي في خوف ورعب ومعلومات خطا عن الكورتيزون. او زي حالاتي كده اتمسكت في امتحان الشفوي في الفارما، سواء في ماجستير في الدراسات العليا او في مرحله البكالوريوس، وقام جاي الدكتور قال لك قول لي يا ابني يعني ايه كورتيزون ويعني ايه كورتيزول، وايه الميكانيزم بتاعه والميكانيزم اوف اكشن، وبيعمل ايه وتاثيره السايد افكت بتاعته ايه، وايه الحاجات بتاعته، وايه اسماء العلميه، وتلاقي نفسك قاعد فاتح بقك ومش عارف تعمل ايه في امتحان الفارما، وتلاقي نفسك خايف من الفارما او معلومات الفارما. تعال نشوف الكورتيزون، وهتكلم باللغه العربيه اجابه ان شاء الله يعني تكون اجابه دقيقه باذنك يا رب لو الدكتور سالك في امتحان الشفوي بالذات في الفارما. بص يا سيدي، ما هو الكورتيزون وما هو الكورتيزول؟ تقوم قايل له كده بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور. شوف بقى الاجابه باللغه العربيه الاول يا جماعه، وبعد كده اقولها ان شاء الله باللغه الانجليزيه. والحلقه صعبه بالنسبه لي عشان العربي والانجليزي بيخشوا مع بعض، فاستحملوني بقى معلش. بصوا يا جماعه، اول حاجه لما تيجي تجاوب تقول ان في هرمون بيتفرز من الغده هنا اسمها الغده تحت المهاد، بيسموها الهايبوثالاموس جلاند. بتفرز هرمون اسمه الكورتيكو تروبين، يروح ينبه الغده اللي هي الغده النخاميه الفص الامامي منها، تفرز هرمون تاني اسمه الادرينو كورتيكوتروبيك، يقوم راح نازل مع الغدد بتاعتنا الصماء او يمشي في الجهاز الغدة دي او الجهاز الغدد الصماء زي ما بيقولوا، يقوم نازل للغده الفوق كلويه او الغده القذريه، يروح ينبه تنبيه كده ان هو يعمل للقشره بتاعه الغده القذريه، القشره او منطقه اسمها الفاشيولاتا. المنطقه دي تقوم راح عامله سينثيسيس او تعمل عمليه تكوينات للكوليسترول وعمليه تحلل للكوليسترول، يطلع هرمون اسمه الهرمون الكورتيزون، وده الهرمون بتاعنا يا دكتور اللي احنا عايزينه. والهرمون ده بيكون في غير صوره نشطه او بيكون في صوره غير نشطه، يعني مش نشط. بعد كده يروح للكبد يا دكتور، بعد ما يروح للكبد يقوم راح متحول الى صوره نشطه وهو الكورتيزول. ده الاجابه بتاعته، ده باختصار. يبقى كده يا دكتور احنا قلنا ايه؟ شوفوا بقى الاجابه ازاي، ان في كورتيزون غير نشط اتحول لكورتيزول باللام نشط. كده يقول لك برافو عليك. طب يعمل ايه يا ابني؟ تقوم قايل له بيروح يا دكتور يمشي في الجسم، يروح على مستقبلات معينه على الخلايا والحمض النووي بالذات، يقوم عامل عمليه تصنيع ويعمل عمليه تثبيط لانزيمات معينه وبروتينات معينه، فيظهر تاثير الكورتيزون اللي الناس كلها عارفاه كمضاد للالتهاب، ممكن يتاخد في الحوامل يا دكتور فعشان خاطر يحسن من تكون رئه الجنين، ممكن يتاخد يا دكتور في الامراض المناعيه اللي احنا مش عارفين العلاج بتاعها، ممكن يتاخد لاي سبب او اي مرض احنا مش عارفين ايه السبب بتاعه، ممكن كمان يتاخد يا دكتور كبروفلاكسس او اجراء وقائي قبل العمليات الجراحيه او عمليات معينه خايف من حساسيه معينه، او ممكن يتاخد مثلا الناس اللي بتصبغ شعرها ممكن يتاخد قبل صبغه الشعر يا دكتور، ممكن كمان يتاخد قبل عمليه القسطره القلبيه. وفي بقى انواع منه كتير. قول لي يا ابني انواعه، يقوم سالك كده في الفارما والله زي ما بقول لكم كده انواعه: الديكساميثازون، البيتا ميثازون، ميثايل بريدنيزولون والبريدنيزولون والهيدروكورتيزون. ويا دكتور كمان ممكن ليه اثار جانبيه كتير وبيعمل عمليه حاجات كتير يا دكتور. يقول لك قول لي يا ابني بيعمل ايه؟ تقوم قايل له ده بيحاول بيفرز بيعلي نسبه السكر، بيعلي الشهيه، بيفتح الشهيه، بيكون بروتينات زي ما قلنا يا دكتور، بيقلل كرات الدم البيضاء يا دكتور، بيزود كرات الدم الحمراء والصفائح الدمويه، وتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله يعني ايه زي الفل. هي دي الاجابه الاساسيه في الكورتيزون. طيب ايه هي بقى الاجابه الدقيقه باللغه الانجليزيه؟ واعذروني لازم اقول باللغه الانجليزيه، وهقول السايد افكت بتاعتها باللغه الانجليزيه عشان خاطر برضو لو في ناس بتتفرج علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكورتيزون هو ان اكتيف هرمون، هو صوره غير نشطه، بينشط في خلال او بينشط في الليفر بتاعنا في الكبد زي ما قلنا، وبيختلف في خلال اليوم على مدار اليوم، يعني الايرلي مورنينج او في الصباح الباكر بيزيد، وفي الافترنون في العصر بيزيد. والهرمون ده بيتفرز من خلال زي ما قلنا الهايبوثالاموس جلاند، بتفرز هرمون اسمه الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون او السي ار اتش، ده اختصاره السي ار اتش.
يروح ينبه الغدة النخامية أو لإفراز هرمون اسمه ال ACTH أو الأدرينوكورتيكوتروبيك ريليزنج هرمون، والهرمون ده بيقوم منبه الأدرينال جلاند بتاعتنا أو السوبرا رينال جلاند بتاعتنا في إفراز هرمون الكورتيزون أو الجلوكوكورتيكويد في منطقة اسمها الزونا فاشيولاتا أو الزونا ريتيكولاس. وده يتفرز الكورتيزون من خلال السينثيسيس اوف كوليسترول. لما بيتفرز الكورتيزون بتاعنا بيبقى ان اكتيف بارتنر او ان اكتيف هرمون، صوره غير نشطه، يقوم راح للكبد بتاعنا يتحول الميتابوليزم بتاعه او يحصل عمليه ايض ليه ويتحول الى الصوره النشطه او الاكتيف هرمون اسمه الكورتيزول. ده بيروح على او نوع من انواع الجلوكوكورتيكويدز بيروح على النيوكلير الدي ان اي او النيوكلير ريسبتورز او مستقبلات النيوكلير، ويروح على الدي ان اي يعمل اكسبريشن اند ديبريشن لبروتينز معين او انزيم معينه، فيبدا يحسن من الوظائف بتاعته، وبيتفرز في خلال الاسترس او في حالات القلق والايرلي مورنينج زي ما قلنا. ده باختصار الكورتيزول او اللي هو الصوره النشطه بتاعته. طيب ايه هي الاسماء العلميه او الساينتفك نيم او الجينيريك نيم؟ عندنا حاجه اسمها الديكسو ميثازون او الديكسا ميثازون، الميثايل بريدنيزولون والبريدنيزولون والبيتا ميثازون والبوتزونايت. دول اشهر حاجات هتلاقيهم في مصر عندنا عامه. طيب كمان ايه الاجابه بتاعتك عشان تبقى اجابه دقيقه جدا بصوره انجليزيه؟ بصوا يا جماعه، ده بيعمل ايه؟ بيعمل هايبرجلايسيميا، بيحسن من نقول السينثيسيس اوف الكوليسترول، يعني بيكون او بيحلل الدهون بتاعتنا، بيحسن او بيرفع من نسبة السكر بتاعتنا، كمان بيعمل ريزيستنس للانسولين، يعني بيعمل مقاومة لعمل الانسولين، كمان بيعمل حاجة اسمها بقى ثرومبوسايتوزيس، يعني بيزود الصفائح الدموية، ويعمل لوكوسايتوزيس او يزود من كرات الدم الحمراء، وبيعمل حاجه اسمها نوتروفيليا، وبيعمل كمان اللوكوبينيا او يقلل من كرات الدم البيضاء، وكمان بيعمل ديكريز في البروستاجلاندين وديكريز للانترلوكين 8 و1. فعشان كده بيظهر تاثير الديكساميثازون او عامه الكورتيزون عامه او الكورتيزول كانتي انفلاماتري حلو جدا، كمضاد للالتهاب حلو، كمان في البريجنانسي عشان يعمل لانج ميتيوتري للتشايلد او للطفل البيبي، كمان ممكن يستخدم في اميونو سبريشن عشان يقلل من الاجراءات او الجهاز المناعي بتاعي، فبيستخدم في الامراض او الاوتو اميون ديزيز او الامراض المناعيه. كل ده استخدامات للكورتيزونات. طيب كمان عشان تبقى اجابتك دقيقه جدا لازم أن تقسم الكورتيزون لحاجتين، حاجه اسمها المينرالو كورتيكويد والجلوكوكورتيكويد. المينرالو كورتيكويد ديت او اللي هي اللي بيسموها الاستروديات المعدنيه بمعنى اصح بالعربي، دي بتشتغل حاجه اسمها صوديوم اند ووتر ريتنشن، يعني بتعمل عمليه احتباس للميه والصوديوم. اما الجلوكوكورتيكويد فبتشتغل كانتي انفلاماتري او مضاد للالتهاب. طيب عندنا بقى الانواع العامه اللي انت بتشوفوها، واشهر حاجه اللي هو الهيدروكورتيزون، وده الستاندرد بيشتغل مينرال وجلوكورتيكويد الاثنين بالتساوي، وده الستاندرد بتاعنا، وده اللي هو اللي اسمه كورتيزول اللي هو بيتفرز من جسمنا بصوره طبيعيه. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا حاجه اسمها البريدنيزولون. البريدنيزولون والميثايل بريدنيزولون بيشتغلوا جلوكورتيكويد 5 اضعاف، يعني اقوياء كانتي انفلاماتوري، وده هنا في مصر باسمه السوليوميدرول والسوليوبريد. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الديكساميثازون مشهور جدا، ده بيشتغل حوالي ضعف 30 مره جلوكوكورتيكويد عن المينرالو، عشان كده الديكساميثازون بتستخدم تقريبا في حاجات كتير. يقول لك ده دي هنا مشهور بمصر باسم الديكسا. ادي ديكسا يا ابني، اي حاجه بص ادي ديكسا. الديكسا بيشتغل كانتي انفلاماتري حلو جدا جدا جدا. عندنا كمان حاجه اسمها البوتزونايد. البوتزونايد دي اللي عندنا باسم البالماكورت، كحاجه انهاليشن، كنوع من انواع الكورتيكوسترويد او الكورتيزون اللي عن طريق البخاخ. يعني احنا بنعمل جلسه بالبالماكورت. البالماكورت ده نوع من انواع الكورتيكوسترويد او الكورتيزون او الكورتيزول اسمه بوتزونايد. تمام، يبقى بيستخدم كبرونكو دايليتور، كموسع للشعب الهوائيه. دي كلها الاسماء العلميه اللي موجوده في مصر والاستخدامات بتاعتها. طيب نعرف اخر حاجه السايد افكت بتاعت الكورتيزون. الكورتيزون كلما زاد مده استخدامه كلما زادت الاثار الجانبيه بتاعته، وبالذات بتظهر بعد الاسبوعين.
يعني 14 يوم يبتدي تظهر الاعراض او السايد افكت. من اشهر الاعراض الاوستيوبروسيس او اللي هو هشاشه العظام. ليه؟ لانه بيعمل انهبشن للانتستينال كالسيوم ري ابزوربشن، يعني بيقلل امتصاص الكالسيوم من العظام او من الامعاء خاصه. فعشان كده يمكن يحصل للعيان اوستيوبروسيس او هشاشه عظام. كمان يعمل هايبر جلايسيميا، يزود من ارتفاع نسبه السكر، عشان بيعمل حاجتين: بيعمل سينسيز او ميتابوليزم للكوليسترول والكوليسترول والجلوكوز، وكمان بيعمل حاجه اسمها انهبشن او انسولين ريزيستنس، بيعمل عمليه تثبيط مقاومه للانسولين. فعشان يعمل كده بيعمل هايبر جلايسيميا. عشان كده بقى لازما بحذر لمرضى السكر، لو هيتاخد لمرضى السكر لازما تزود جرعات الانتي دايابيتيك ميديكيشن او اللي هو ادويه المرضى السكر. كمان يعمل حاجه اسمها الصوديوم اند ووتر ريتنشن، عشان كده تلاقيه ممكن العيان ممكن يتنفخ او وشه يورم او يبقى وشه جسمه يتنفخ، عشان كده بيعمل احتباس للميه والصوديوم، فده من الاثار الجانبيه بتاعته لو زادت. كمان ممكن يعمل حاجه اسمها كوشنج سندروم. ايه كوشنج سندروم؟ ان تلاقي العيان بدا شهيته تفتح، عشان كده الناس اللي عايزه شهيتها تفتح ممكن ياخد جزء من الكورتيزونات، شهيته بتفتح، وشه بيبدا يتخن ويورم ويبقى بسم الله ما شاء الله، ده اسمها كوشنج سندروم، نوع من انواع الامراض برضو اللي موجود. كمان ممكن كمان يعمل اميونو سبريشن، يقلل المناعه، فالراجل ممكن يبقى عرضه للانفكشن، يعني المريض ممكن يبقى يجيله عدوى على طول باستمرار او يجيله انفكشن ويبقى عرضه للعدوى. كمان ممكن يعمل ديبريشن، يعمل عمليات قلق، او اسف يعمل عمليه اكتئاب، يدخل العيان في ديبريسد اكتئاب. كمان ممكن يستخدم بحذر في حالات الحمل. طبعا لازم يلجأ او تلجأ المريضة او الست الحامل الى الطبيب المتخصص للنساء في حالة استخدام الكورتيزون. دي كلها من الاثار الجانبية للكورتيزونات. ارجو ان تكون الحلقة استفدتوا منها. معلش الحلقة كان صعب عليا جدا في الشرح او في التصوير، لان الحلقة زي ما قلت لكم بتبقى فيها لغة عربية وفيها لغة انجليزية، فكان الموضوع عندي عشان اترجم من العربي للانجليزي ومن الانجليزي للعربي كان الموضوع صعب جدا. ارجو تكونوا استفدتوا. مع السلامة في حلقة اخرى. باي باي.